الأهلية بقرية هوارة عدلان بمحافظة الفيوم تواصل جهودها للانتهاء من الأعمال الإنشائية لمستشفى أمراض الكلى بالمجان على مساحة 1200 متر مربع وفقا للمعايير المقررة. هذا ويتسع المستشفى ل20 سريرا لاستيعاب الأعداد المتزايدة للمرضى، كما يضمن قسما لعلاج الأطفال المبتسرين وعيادات تخصصية. تخصيص قطعة الأرض على مساحة 1200 متر مربع من قبل السيد المحافظ في 2011 أواخر 2011 كده يعني أو أوائل 2012. وكانت قطعة أرض أملاك دولة، والسيد المحافظ خصصها لصالح المركز الطبي لإنشاء مركز غسيل الكلوي وإنشاء حضانات لأطفال مبتسرين وإنشاء عيادات تخصصية. على مساحة قد إيه؟ على مساحة 1200 متر مربع. طبعا ده بالجهود الذاتية. وكلها بالجهود الذاتية. تمام. اللي تم بفضل الله تم إنشاء دورين. إنشاء الأول طبعا تم التواصل مع مكتب هندسي مختص بإنشاء المراكز الطبية على أساس يتم إنشاء المبنى على المعايير يعني خاص بمعايير الجودة. معايير الجودة الطبية طبعا. بمعايير الجودة الطبية وكل المقاييس الطبية مظبوطة تمام. مشروع المستشفى الغسيل الكلوي بهوارة عدلان وإنشاء مبتسرين ده مشروع رائع وجميل جدا. بدأنا فيه من فترة كبيرة، لكن في معوقات رهيبة في هذا المشروع عشان يتم. احنا النهاردة بنينا دور و2، لكن ينقصنا التشطيبات، ودي محتاجة مبالغ ومحتاجة أهل الخير ومحتاجة رجال أعمال ومحتاجة تكاتف من الدولة ورجال الأعمال اللي موجودين في هوارة واللاهون ومحافظة بني سويف ومحافظة الفيوم، لأن ده صرح كبير قوي مش هيخدم هوارة عدلان بس. والله المعوقات تشمل بس اللي هي تكاليف التشطيب. طبعا المبنى مساحته 1200 متر، واحنا من خلال عملنا في اتجاهنا للعمل التطوعي وبفضل جهودك برضه يا استاذ علي وجهود الإعلاميين بنأمل وبنناشد المسؤولين إنه يتم التبرع لهذا المبنى. وبقول لأي حد ما يتبرعش إلا بإيصال رسمي، حتى لو واحد ما معاش إمكانية ال 200 جنيه ممكن يشترك أكثر من عضو ويشتركوا مع بعض بحيث يكون ليهم الصله. انتوا معاكم ترخيص بكام؟ معانا ترخيص رقم 6 لسنه 2024 من وزاره التضامن الاجتماعي، والايصال مختوم من وزاره التضامن الاجتماعي والجمعيه الشرعيه، وكل شيء في اطار القانون. مجهودات مستمره من قبل كافه مؤسسات الدوله لتوفير خدمات صحيه متميزه تليق بالمواطن المصري وخلق بيئه خاليه من الامراض.